شكرا مسعود. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم، تحيه للجميع من ملعب كوناكري منافس منتخبنا الوطني في مباراه وديه طبعا بحضور ابرز العناصر، خاصه انه الفريق هو ايضا يحضر لمقابله السد من كاس العالم 2018 امام الفائز من مباراه غامبيا وناميبيا، بينما منتخبنا الوطني يدخل مباراه اليوم بدوخه حشود مجاني غلام طهرت في اول ظهور له بملعب 5 جويلية مع المنتخب الوطني. تايتر عاد طبعا كلهم على كل لجان بحرز، كل العناصر تؤدي في مباريات كبيره مع فرقها، خاصه في المنافسات الاوروبيه. ظهرت العناصر المنتخب الوطني بوجه كبير وبدايه موفقه مع بدايه هذا الموسم. اليوم امام غينيا، واللقاء الثاني يوم الثلاثاء امام منتخب السنغال يلعب هنا بملعب 5 جويلية في حدود الساعه 8:30. دخول موفق للحراس ممتازه في القائم الثاني، والمتابعه للهداف سليماني اسلام يتمكن من مباغته المنتخب غينيا في الدقيقه الثانيه من المباراه. توغل المحرز على الجهه اليسرى، يتفوق ويوزع في القائم الثاني، والمتابعه الجيده من اسلام سليماني يتمكن من مباغته الدفاع، والحارس يطرى ويفتح مجال التهديف. وفرحه كبيره لاسلام سليماني طبعا يعود للتهديف بملعب 5 جويلية الاولمبي. فرحه لهذا اللاعب وايضا للانصار والجمهور الرياضي الذي تنقل بقوه. نشوف هنا تكتشف منتخب وطني بدون ياسين ابراهيم، وهذا هو اللي راح نشاهده. يعني ثم الانطلاقه ممتازه ناحيه الهلال السوداني، تمكن ويوزع تصطدم بالحارس والركنيه. يبدو لي التسديده كانت قويه، ولكن الحارس على مرتين في ثاني محاولة هذه المرة ماهوش في وضعية التسلل للسودان. توزيعات والتمريرات في العمق من وسط الميدان يعني طلب الكرة وراء دفاع، يعني عمق الدفاع تاع الفريق الغيني. هذا شيء جميل من اللاعب السوداني، ورانا نشاهدوا أن الدفاع فريق الغيني يعني فيه مساحات كبيرة في منطقة المنتخب الوطني. هذه المرة على الجهة اليسرى، ثم الانطلاقة ومحاولة التسديد ورفع الكرة ممتازة وهدف التعادل بطريقة رائعة جدا. يتمكن هذا اللاعب من تعديل النتيجة بطريقة وبكيفية رائعة في الدقيقة 15 بلقطة فردية. هذا اللاعب يتمكن رقم 19 بونغورا من تعديل النتيجة بطريقة وبكيفية رائعة جدا. باغت الحارس عز الدين دوخة رغم الارتماء مع مرور الوقت للمنتخب الوطني ما فيش وضعية التسديد. حذاري من هذه الكرة، حذاري حذاري حذاري، وتدخل الدفاع. اخطاء وارتباك على مستوى دفاع منتخبنا الوطني. كاد المنتخب غينيا يضيف الهدف الثاني، وكأن عناصر منتخب غينيا تحرروا بعد ما تمكنوا من تعديل النتيجة. ما فيش رقابة محمد، يعني في وسط الميدان شاهدنا فريق المحرز مطالبين يعني بعد تضييع الكرة. كرة مرفوعة ودوخة واجبر على اخراجها على الركنيه، كانت بعيده ولكن كانت في الزاويه المحصوره بين العمود القائم والعارضه الافقيه. وعز الدين دوخه امامنا على الصوره في تدخل موفق، اول تدخل موفق لدوخه عز الدين في ابعاد هذه الكره الركنيه الثانيه لمنتخب الحشود. هو الذي يوزع هذه الكره، صاحب امكانيات كبيره في البطوله الوطنيه. راسيه تسليمه كاد يكون الهدف الثاني. تبقى لفيغولي يرفعها مره اخرى، والحارس في القائم الثاني. على مرتين الحارس يتالق، في المرة الأولى أمام رأس قوة في المنتخب الوطني. كرة ثابتة راح تكون مرفوعة بالفعل، مرفوعة والحارس بصعوبة إلى الركنية. بالفعل أخطأ في إبعاد الكرة إلى الركنية. كرة كانت طويلة جدا كرة هذه، والحارس يا ترى كانت من حشود صاحب إمكانيات كبيرة وقومات التسديد عند هذا اللاعب في البطولة. عقدة للنوادي الإفريقية تعترف بقوة منتخبنا الوطني. نتمنى ان تتحسن الامور، ولكن حذاري الانطلاقه والتسديد. الهدف الثاني لا، كانت هذه الكره تباغت الحارس دوخه الذي تمكن يبدو لي الذي هو الذي ابعد الكره، ولكن اصطدمت بالقائم. اللاعبين لما يكونوا خارج منطقه العمليات، لاعبي المنتخب غينيا يجدون كل الحريه. شوف هنا التمريره يعني او التوزيعه. نعم، واحد يعني ضد واحد بين المجاني. هنا تكلمنا ان الوسط الميدان يعني ما فيش يعني تمركز مليح للاعبين. شاهدوا ان في وسط الميدان نافسين في المستوى. قبل نهايه تقريبا 5 دقائق عن المرحله الاولى النتيجه تبقى متعادله. في الوقت فيه محاوله صعبه والهدف الثاني. وكأن دفاع المنتخب الوطني غائب تماما. سهل الكره من اللاعب يتوغل ويوزع الكره. سيلا إدريسا، واللاعب دون مراقبة يتمكن
من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 40 تقريبا، وفرحة لدى كرسي بدلاء غينيا طبعا والمدرب لويس فيرنانديز بالهدف الثاني الذي جاء في غفلة من دفاع المنتخب الوطني. إذن الهدف الثاني ويبدو لي رقم 19 بونغورا هو الذي وقع الهدف الثاني، نفس اللاعب في المتابع في محور دفاع فريق غينيا امام اللاعب هلال السودان. تبقى للمنتخب الوطني تسديده قويه ولكن فوق الاطار، اول تسديده تقريبا من خارج منطقه العمليات من تايدر امامنا على الصوره في اول محاوله تسديد من بعيد، لكن كانت فوق الاطار. وهذا المطلوب من اللاعبين هنا، الضغط على اللاعب الفريق الغيني، استلام الكره من تايدر، تسديده هنا. يعني الفريق الوطني مطلوب لما يضيع الكره يكون يعني عدم تغطيه الجميله من طرفه، كلفوا الهدف الثاني. نتمنى ان الشوط الثاني يكون احسن من يعني الشوط الثاني يكون احسن من ناحيه يعني يكون الهدف الثالث لولا التدخل الموفق لدوخة عز الدين. نتمنى في الشوط الثاني يكون احسن يعني حتى من ناحيه يعني الناحيه الدفاعيه اكثر. وفي هذه الآونة الحكم السوداني الفاضل أبو شلبي يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المرحلة الأولى. فقط يحدثنا كريستيان دوركوف. كوتش فوز اوبسيرفاسيون سي فو. لا يريد الحديث يعني على صراحة. كل الليلة هو منتشي ليست نشوة صدقني، لكن يعني هو من ضمن عبيد المهدي اللي خرج وترك مكانه لمسلوب رياض محرز. اسلام سليماني مسجل هدف المنتخب الوطني في الدقيقة الثانية. وهلال السوداني منتخب الغيني الذي عاد له دور كبير في مثل هذه المباريات. تعود الكرة ترجع لحشود من فيغولي، البحث عن المراوغة ممتازة من حشود ناحية فيغولي، انطلق فيغولي، سدد فيغولي، توزيعة والحارس ممتاز يغطي الزاوية كما ينبغي. يا ترى أول تسديدة، وكأننا نتمنى أن يكون نفس السيناريو الذي شاهدناه في الشوط الأول، بداية للمنتخب الوطني ثم ترك المجال للمنتخب غينيا. بقى هذه المرة من مسلوب حط كرة ممتازة ناحية هلال السوداني، عليها هلال السوداني راح يسدد بعيد. هي كرة ممتازة ولكن كانت بعيدة، واصلت الضغط مطلوب من هلال السوداني على الصورة أمامنا. كرة كانت ممتازة في العمق، مثل هذه الكرات التي ينتظرها هلال السوداني وأيضا إسلام سليماني. ولما وكان غايب عن اللقاء الأول مع فريق ليزوتو كان إصابة، لكن عودته في البطولة الإسبانية والهدف اللي تكلمت عليه الخطأ الدوري واضح أن العرقلة واضحة على كل. نشوف مرة أخرى من زاوية أخرى. شكرا للزملاء التقنيين الحافلة أشديانك توصل له على الجهة اليسرى. هذه المرة التوزيع المتابعة من ولكن الحارس يسبق سلام سليماني. الحارس يطار كان الأسرع، والحارس في احتكاك مع إسلام سليماني لعب الكرة، ولكن في مثل هذه الأمور طبعا تحدث والأفضلية دائما للحارس. نشوف اللقطة هذه في المرة الأولى كان تبع الكرة سليماني، كان تدخل لكن ما كانش تدخل يعني خطير على الحارس، وهذا على يعني الحارس طلب. وجد فيغولي ينطلق حشود بالفضل يوزع في القائمة الثانية حيث هلال السوداني لا تصطدم بالحارس، وخروج موفق للحارس يطرى أمام فيغولي أو أمام هلال السوداني. قبل بداية المقابلة أن الداير يعني اللاعب إبراهيمي يلعب 30 دقيقة. هذه الكرة لهلال السوداني ناحية فيغولي داخل منطقة العمليات، الحارس يتدخل بقوة. الحارس يتدخل بأول كرة من فيغولي في المباراة هذه المرة، والحارس ولكن ما لمسهاش الحارس. تغيير اخر ايضا سيقحم بالقروي الناخب الوطني، يعني تغييرات الواحده تلو الاخرى. الناخب الوطني كريستيان دوركوف يجد نفسه الان مطالب باحداث هذه التغييرات، على الاقل لاحداث الديكليك داخل التشكيله. نقول هلال السوداني ينطلق يزيد في السرعه، يتوغل في هلال السوداني ضاع الهدف الثاني على هلال السوداني بلقطه فرديه، تمكن من التوغل. وهنا ايضا المتابعه لم تكن من احد عناصر المنتخب الوطني. كان المفروض لما يتوغل هلال السوداني على الجهه اليسرى ويوزع كره في الوقت اللي فيه التغيير اللي تحدث عليه ليلى منذ حين. كان بامكانه يمد الكره. عوده الى الوراء، ياسين ابراهيم يحط كره ممتازه، ثم فيغولي يدخل فيغولي هل فيه رايه؟ لا اعتقد ان فيه رايه، وهلال السوداني يتاسف ان فيه رايه
من الحكم المساعد، والا البناء الهجمه كان ممتاز جدا. تمريره جميله من ابراهيم الى فغولي، نظن ما فيش تسلل. لما نشوف الاعاده الزملاء التقنيين المخرج من منطقه العمليات مقطوع، ما توصلش الكره العرضيه والتوزيع تبقى لمصلحه المنتخب الوطني في محاولات فرديه ولقطه فرديه، تمريرات قصيره بين عناصر المنتخب الوطني. ياسين براهيمي سدد من الحارس المتابعه، وكاد في غولي يباغت الحارس يا ترى، والحكم يقول الى الركنيه. هنا تنويع في اللعب، رانا نشاهدوا الفريق الوطني نوع في اللعب يعني بالكرات القصيره. امام في غولي كره طويله اماميه، هذاري من الانطلاقه من ديالو، اللاعب البديل امام مسلوب، يمر ديالو يمر ديالو يمر ديالو البحث عن المراوغه من ديالو، يسدد ديالو، كاد يكون الهدف الثالث بلقطه فرديه ديالو. هذا اللاعب البديل تمكن من الاحتفاظ بالكره وعدم تضييعها، ثم سدد امام ثلث المدافعين، ولكن تسديدته كانت جانبيه من حسن الحظ. يتشكل من 5 لاعبين. اتمنى من حشود ان يفعلها هذه المره مع المنتخب الوطني. حشود الحارس بصعوبه يسترجع المنتخب الوطني، واللاعب لا فقد توازنه، ما كانش محظوظ بنجاح، وبالتالي ضاعت فرصه. تسديده كانت قويه من حشود، كادت تباغت الحارس على مرتين ما لحقش عليه. نشوف مره اخرى تسديده يعني جميله، وقع في الزاويه الصعبه، صعبه صعوبه في صدها. صح، يعني كانت صعيبه على الحارس، وهذا ما تكلمنا حشود انه يعني نقطه القوه تاعو يعني الكرات على حساب الكره الغينيه. وتتذكرين ربما يتذكر البعض مباراة بلودية العاصمة حافية كوناكري. يلا لم انسى، ولكن يعني تنسيت، كنت اتحدث عن المنتخب بعد هذه الكرة، طبعا على المنتخب الوطني الجزائري. نتمناها انطلاقة جديدة اليوم، لما لا؟ تظهر بالمستوى المطلوب. ياسين راح يسدد، لا يسدد، يمرر كرة داخل منطقة العمليات، تسديدة والحارس بروعة الى الركنية. تسديدة بنجاح، تفوق الحارس في هذه التسديده. ياسين براهيم ينطلق، ياسين ينطلق، حافظ على كرة، ياسين حط كره ممتازه، هايله كان محرز بامكانه التسويب والتسديد نحو المرمى، لكن فضل ارجاع الكره الى الوراء وتدخل الدفاع، التغطيه الدفاع. شوف هنا الانطلاقه من ياسين براهيم، حط كره ممتازه. كريبازا هي الخلاصه لمباراه اليوم. يعني خلاصه المباراه ان الفريق الوطني لعب على مراحل، يعني دخوله بالقوه في المقابله الاولى في الدقائق الاولى. بعد نهايه الشوط الاول ما كانش في المستوى، تلقى هدفين. الشوط الثاني حاول، كان احسن، حاول بطاقه حمراء هذا اللاعب غلامي، تعدى على اللاعب الغيني، اذا بطاقه غير مقبول من طرف لاعب تاع فريق وطني ولاعب محترف يلعب في فريق نابولي. نظن هنا الفريق المدرب مطالب يراجع حساباته. والحكم يعلن على نهايه المباراه بتفوق منتخب غينيا على حساب المنتخب الوطني الجزائري هنا بملعب 5 جويلية بهدفين لهدف. شكرا لك عبد النور كريبازا، شكرا موصول لزميلتي ليلى محمد. معي الوافد الجديد طهرات مهدي.